لأ أنا رايح لشغفي، فخلاص بتحس إنه خَد صَك براءة لأي خطوة بيعملها، مهما كان فيها مش عايز أقول مهما كان فيها من حماقات لإن كل واحد طبعًا بيكون أدرى بخطواته يعني، بس نقدر نقول مهما كان فيها من عدم تقدير حسابات أو عدم رؤية للي جاي. بقت الناس كمان تقارن بينها وبين التعليم، بالضبط، أتعلم بالضبط. والّا أجري ورا شغفي؟ رغم إن هو ما فيش تعارض أصلًا، وشئنا أم أبينا يعني الشغف دايمًا لازم يكون مربوط الواقع المجتمعي، يعني هو بيقول لك إيه، يقول لك إنه بيل جيتس مش عارف ساب التعليم وعمل إيه، إنه بالضبط. فلان مش عارف معهوش حد شهادة. بالضبط كده، إنه حتى لو في مجال الكورة مثلًا أحمد عفيفي لو أكيد كلنا آه نسمع عنه، طبعًا. ده راجل مهندس وكان الcareer بتاعه يعني ما شاء الله في الهندسة شاطر جدًا، فجأة يالّا نعمل فيديوهات يوتيوب والزمالك ومش عارف إيه، ودلوقتي بقى فين، فيالّا بقى كلنا نحلل كورة، أنا مش ضد ده. بس هو بيقول لك نموذج واحد نجح وراح، وبيغفل آلاف النماذج اللي حاولت تعمل ده ويعني وما راحتش للحتة اللي هي كانت متوقعة، فخسر الاتنين. إيه المانع من إن أنت تنجح في كاريرك اللي أنت يعني ماشي فيه ومحقق فيه خطوات معيّنة بشكلٍ ما مش هي النجاح الواو، بس خدت فيه خطوات معيّنة، إلا لو أنت خلاص وصلت لمرحلة إنك مش قادر تكمّل تمامًا، خلاص يعني اتقفلت من هذا المجال ومش قادر ولا تدرس فيه ولا تشتغل فيه ولا غيره، وشايف إنه في مجال تاني فيه نسبة مخاطرة بس في شواهد بتقول إن أنت ممكن توصل، فتمام روح. إنما فكرة اللي هو فجأة أنا صحيت الصبح ارمي كل حاجة وابدأ خطوة جديدة غير محسوبة، المجتمعات بتاعتنا العربية والمجتمع المصري خصوصًا بالتقلُّبات اللي موجودة فيه، اللي هي التقلُّبات مش بس الاقتصادية أو غيره، لأ التقلُّبات النفسية والأخلاقية وكل حاجة، خطوة زي دي بتكون أضرارها بالنسبة لي أكتر شوية كتير جدًا، جدًا، جدًا من منافعها.